ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي مجدي هاند ميد. هنعمل النهارده فيديو قصير قوي على تقفيل الخيط علشان يبقى ظاهر معاكم. ودي الطريقه اللي انا بقفل بيها طرف الخيط او اللي انا بقيت بعتمدها حاليا. خلاص اللي باقي عندي جزء صغير. بعمل ايه؟ ببدا ارجع على الوحدات اللي انا شغلاها واشتغل ارجع عليها بنفس فكره العقد اللي احنا بنعملها. يعني انا هنا اهو طرف الخيط القصير اللي انا هوقف بسببه هرجع في خرزتين بنفس الترتيب ما احنا كنا شغالين، والخيط اللي تحت هرجع بخرزة واحدة بس مطلعه الخيط من ورا الخيط اللي انا منزلاه. يعني بمعنى هرجع الخيط تاني اهو في نفس الخرزة كأننا هنعمل العقدة بتاعتنا، وفي نفس الوقت انا معدية منه الخيط اللي انا جايباه من فوق عشان يتكون عندي العقدة، يشد الخيط الطرف التاني معاه زي ما احنا شغالين بطريقة العقد لو انتم متابعين في الفيديوهات اللي فاتت. واشد الخيط كويس، فانا كده عملت عقدة جديدة بس غيرت الاتجاه. وارجع تاني في الخرز اللي قدامي اهو في اليمين وفي الشمال، واعمل نفس الحركة في الخرزة الرابعة اللي تحت. هدخل فيها طرف الخيط واعديه من تحت الخيط اللي انا مطلعه ده اهو، شايفين الخيط الطرف التاني فوق الطرف اللي انا بطلعه. ليه؟ عشان لما اجي ارجع الخيط اللي في ايدي دلوقتي في نفس الخرزة اعديه من فوق الطرف التاني، فيبقى ده كده الخيط في نص الدايرة بتاعتي او في نص اهوت العقدة اللي انا هعملها، واشد العقدة يبقى انا كأني عقدت عقدة تانية. ونكرر نفس الخطوة في واحدة كمان. يعني احنا بنتكلم ان احنا مكررين طريقة العقد دي وتقفيل الخيط فعلى الاقل 3 وحدات علشان يبقى زيادة تمكين وتأكيد لتقفيلة الخيط بتاعتنا. ودي الطريقة اللي انا بقيت بعتمدها في كل الشنط اللي انا بعملها، والطريقة دي اثبتت كفاءتها قوي 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 وما بتفكش ولا اي حاجة مهما شديت ومهما كان في تقل في الشنطة. صعب جدا ان الخيط يتحرك او يحصل اي حاجة. وادخل الطرفين تاني اهو من الخرز هنا واقص بقى. خلاص مش هحتاج اكتر من كده عقد. بس كده يبقى احنا كده قفلنا خلاص الخيط القديم زي ما انتوا شايفين ثابت جدا، صعب ان هو يتفك. ونضيف الخيط الجديد على راحتنا خالص بنفس ترتيب الخرز اللي احنا هنشتغل او زي ما احنا في الاتجاه اللي كنا شغالين فيه. هقص الخيط، وبحب طبعا ان انا بما ان جزء اعمله عريض ان انا اقص قطعة خيط طويلة عشان نشتغل بيها فترة كويسة، مش كل شوية نقعد نقط. وهدخلها اهو في الخرز اللي عليه الدور او اللي هشتغل من اتجاهه، الخرزة دي ودي بما اننا شغالين في الجزء الجانبي او ان احنا ماشيين جانبيا. اهو خلي الطرفين اساوي الطرفين ببعض واشد الخيط للاخر، وابدا اخلي بقى الطرف الشمال لوحده والطرف اليمين في ايدي، واضيف الخرزتين اللي نكمل بيهم الوحدة الرباعية زي بقى ما بنشتغل في الفيديوهات العادية عادي خالص اهو بالشكل ده. هضيف الخرزتين في نفس الخيط واقفل فيه الخرزة التانية، اعمل العقدة يعني برجع الخيط فيها تاني واسيب عقدة او دايرة في ايدي اعدي منها طرف الخيط الناحية التانية اهو بالشكل ده كده، واشد الخيط. وخلاص كده بدأنا نشتغل وحدة جديدة، الدنيا تمام خالص، الخيط ثابت، الشغل هيكمل معايا عادي خالص مفيش اي حاجة. اتمنى ان انا كده اكون وصلتها لكم بطريقة بسيطة، طريقة يعني تقفيل الخيط بشكل انسيابي جدا، مش هيبقى باين ولا ظاهر لاي حد ولا اي حاجة. هتلاقوا الشغل كله شكله بيرفكت جدا، مش باين انتوا بدأتوا ازاي وقفلتوا ازاي. تنوروني في الفيديوهات الجاية.